بونو يقود إشبيلية لإحباط حلم روما، ومورينيو توج إشبيلية بطلا للدوري الأوروبي بعد التفوق بركلات الترجيح على روما عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بوديبست. سجل لروما بولواديب في الدقيقة 35، بينما أحرز لإشبيلية جيان لوكا منشيني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55. وابتسم الحظ لإشبيلية ملك الدوري الأوروبي، حيث وصل للقب السابع في تاريخه، رقم قياسي. بدأت المباراة بدون أي خطورة حتى تلقى سيبينازولا كرة عرضية وسدد من داخل منطقة الجزاء كرة قوية تألق الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لها، وأرسل خيسوس نافاس قائد إشبيلية كرة عرضية داخل المنطقة نحو يوسف النصيري، فشل في ترويضها في الدقيقة 24. وطالب لاعب روما بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 30 إثر التحام من جودلي مع تامي إبراهام، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو تبين عدم وجود أي خطأ لتستمر المباراة. ونجح باولو ديبالا في تسجيل هدف التقدم لروما في الدقيقة 35، إذ تلقى تمريرة في عمق دفاع إشبيلية من زميله مانشيني، وسدد أسفل يسار الحارس ياسين بونو. وكاد إيثان راكيتيتش أن يخطف هدف التعادل لإشبيلية في الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول بتصويبة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر. وانتهى الشوط الأول بتقدم روما بهدف دون رد. ومع بداية الشوط الثاني صوب تيليس كرة من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة الأفقية لمرمى روما في الدقيقة 52. وتعادل إشبيلية في الدقيقة 55 بهدف عكسي عبر جانلوكا مانشيني في الدقيقة 55، فمن كرة عرضية لإشبيلية من الطرف الأيمن ارتطمت مانشيني وسكنت شباك البيلاروسي. واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لروما في الدقيقة 67، نفذها تامي إبراهام وتألق الحارس ياسين بونو في التصدي لها. وتلقى لوكاس أوكامبوس كرة عرضية من الطرف الأيمن ارتقى وسددها بالرأس مرت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 69. واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لإشبيلية في الدقيقة 76 إثر عرقلة لوكاس أوكامبوس من قبل روجر إيبانيز، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو تم التراجع عن القرار. وصوب بيلوتي كرة قوية داخل المنطقة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى ياسين بونو في الدقيقة 83. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية. وأرسل جودلي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 107. واستمرت الأحداث دون أي خطورة حقيقية لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، وفاز بها إشبيلية بنتيجة من 4-1 بعدما تألق ياسين بونو في التصدي لركلة مانشيني، ثم أهدر إيبانيز لروما بتسديدة في العارضة، بينما سجل ركلة كريستانتي ركلة للذئب الوحيدين للناجحة، فيما لم يهدر إشبيلية أي ركلة، ونجح في 4 مناسبات عبر أوكامبوس ولاميلا وراكيتيتش ومونتيل. وكاد إيثان راكيتيتش أن يخطف هدف التعادل لإشبيلية في الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول بتصويبة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر. وانتهى الشوط الأول بتقدم روما بهدف دون رد. ومع بداية الشوط الثاني صوب تيليس كرة من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة الأفقية لمرمى روما في الدقيقة 52. وتعادل إشبيلية في الدقيقة 55 بهدف عكسي عبر جانلوكا مانشيني في الدقيقة 55، فمن كرة عرضية لإشبيلية من الطرف الأيمن ارتطمت مانشيني وسكنت شباك البيلاروسي. واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لروما في الدقيقة 67، نفذها تامي إبراهام وتألق الحارس ياسين بونو في التصدي لها. وتلقى لوكاس أوكامبوس كرة عرضية من الطرف الأيمن ارتقى وسددها بالرأس مرت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 69. واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لإشبيلية في الدقيقة 76،
إثر عرقلة لوكاس أوكامبوس من قبل روجر إيبانيز، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو تم التراجع عن القرار. وصوب بيلوتي كرة قوية داخل المنطقة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى ياسين بونو في الدقيقة 83. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية. وأرسل جودلي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 107. واستمرت الأحداث دون أي خطورة حقيقية لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، وفاز بها إشبيلية بنتيجة من 4-1 بعدما تألق ياسين بونو في التصدي لركلة مانشيني، ثم أهدر إيبانيز لروما بتسديدة في العارضة، بينما سجل ركلة كريستانتي ركلة للذئب الوحيدين الناجحة، فيما لم يهدر إشبيلية أي ركلة، ونجح في 4 مناسبات عبر أوكامبوس ولاميلا وراكيتيتش ومونتيل.